جمهور الاهلي فاكر ان زيزو اهم صفقة جات له السنين اللي فاتت كلها، وانه خطف اهم لاعب كان هيبقى اسطوري في نادي الزمالك. وجمهور الزمالك فاكر ان بيزيرا هو اللي هيعوض مكان زيزو، بل هو افضل منه مليون مرة. جمهور الاهلي كان بيشتم في زيزو لما كان في الزمالك ويقول عليه جراي وبالونة وبيشوط ضربات جزاء، وجمهور الزمالك كان بيقول عليه اسطورة. دلوقتي جمهور الزمالك لما زيزو راح الاهلي قال عليه جراي وبيشوط ضربات جزاء وبيعمل عرضيات على الفاضي، وجمهور الاهلي شايف ان بيزيرا مقلب كبير اشتراه نادي الزمالك. يا ترى مين فيهم صح ومين فيهم غلط؟ تعالوا نعمل مقارنة سريعة ما بين الاتنين لعيبة، احمد السيد زيزو واخوان الفينا بيتزيرا نجم نادي الزمالك وزيزو نجم الاهلي. بالارقام هنعرف وهنشرح وهنتكلم بسهولة ويسر، وكل واحد في الاخر يكتب لي في الكومنتات مين الافضل بالنسبة له. قبل ما نقول الارقام بفكركم ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي في الكومنتات كل المقارنات اللي انتوا عايزين تقولوها او تعملوها ما بين اي اتنين لعيبة في اي دولة في العالم، في اي دوري، في اي حتة في الدنيا. هنعمل لكم المقارنات دي وننزلها لكم على قناة تشانل نادي الكادرات وعلى صفحات نادي الكادرات. يلا بينا نبتدي المقارنة ما بين احمد سيد زيزو نجم النادي الاهلي واخوان بيتزيرا نجم نادي الزمالك. المقارنة الاولى بتقول المساهمة في المباريات، كل واحد فيهم لعب كام مباراة. احمد السيد زيزو من ساعة ما جه النادي الاهلي لعب 18 مباراة، واخوان بيتزيرا لعب 24 مباراة. زيزو لعب مع الاهلي في كاس العالم للانديه والدوري المصري ودوري ابطال افريقيا، ما لعبش ولا في كاس مصر ولا في بطوله العاصمه الاداريه. اما اخوان بيتزيرا لعب في الدوري والكاس وبطوله العاصمه الاداريه والكونفدراليه. اخوان بيتزيرا عدد ماتشاته اكتر لان منطقي احمد سيد زيزو اتصاب مرتين وراح مع المنتخب في كاس الامم الافريقيه، بينما اخوان بيتزيرا لعب كاس العاصمه الاداريه. اما عن المساهمة التهديفية، فالمساهمة التهديفية بتوضح هنا كل واحد فيهم شكله الهجومي مع النادي بتاعه عامل ازاي ومين اقوى من التاني. بس خلي بالك الارقام دي خادعة لسبب، لان كل واحد فيهم اهدر اهداف وصنع اهداف كتيرة والمهاجمين محققتهاش، وهو ذات نفسه محققش الاهداف اللي كانت سهلة تحت ايده. زيزو ساهم في 11 هدف كصناعة واحراز اهداف، اما اخوان بيتزيرا فساهم في 14 هدف كصناعة واحراز اهداف. اخوان بيتزيرا صنع 9 اهداف بينما احمد السيد زيزو صنع 7 اهداف. اما عن الاهداف اللي كل واحد احرزها، احمد سيد زيزو احرز 4 اهداف واخوان بيتزيرا احرز 5 اهداف. طيب ممكن علشان بيتزيرا لعب ماتشات اكتر من زيزو فممكن يكون مساهماته التهديفية اعلى، ممكن جدا، بس عايز افكركم بحاجة. اخوان بيتزيرا جات له فرص كتير جدا 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 امام المرمى وكور هو صنعها لنفسه، ومع ذلك كان عنده مشكلة في الفينش وما زال عنده مشكلة في الفينش، واللمسة الاخيرة كابتن معتمد جمال شغال عليه فيها وحطه كلاعب مركز 10. اما بالنسبة لزيزو فزيزو ضيع اكتر من 4-5 انفرادات محققين كان ممكن يشوطهم ويجيبهم اهداف بسهولة جدا، لكن هو فكر كذا تفكير وممكن يكون باصة وصنع لحد ضيع هذه الاهداف. فعشان كده اخوان بيتزيرا هو الاعلى تهديفيا ومساهمة. انا بالنسبة لي لما باجي احكم في المقارنات، المقارنة بالنسبة لي بتنتهي في نهاية الموسم. نهاية الموسم اقدر اقول لك مين كان احسن من مين. طبيعي ان احنا نقارن ما بين 2 لعيبة لعبوا لنفس النادي و2 لعيبة في نفس المركز و2 لعيبة بيلعبوا في اندية القمة في مصر. في اللحظة دي اكيد الجمهور سواء الاهلي او الزمالك يحصل منهم مناوشات وشقاوة كده احنا عارفينها على السوشيال ميديا او احنا قاعدين على القهوة او ايا كان، حتى لو قاعدين في مناسبة عائلية. ده هيقول لك يا عم زيزو احسن من بيزيرا، بيزيرا ده ملوش فيها، واللي هيقول لك بيزيرا ب100 واحد زي زيزو. كل واحد يكتب لنا في الكومنتات هو شايف ايه ورأيه ايه، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم مصطفى الدالي، سلام عليكم.